أهلا بيكم متابعينا الكرام وملخص فيلم جديد. لايك شير سبسكرايب ويلا بينا. بيبتدي فيلمنا النهارده في واحدة من أكبر الكنائس في العالم، وبالتحديد في دولة إيطاليا، والكنيسة دي بيكون اسمها الكنيسة الكاثوليكية. وبنعرف إن البابا الأكبر للكنيسة مات، وبيكون حاضر مراسم تشييع الجثمان أكبر رجال الكنيسة في العالم. وبنروح للكاردينال لورانس وبنعرف إنه تم تعيينه علشان يكون المسؤول عن عمل الاجتماع السري اللي هيتم فيه اختيار البابا الجديد للكنيسة. وطبعا الاجتماع ده بيكون سري جدا لأبعد الحدود، ومحدش بيكون عارف عنه أي حاجة. وبيكون سبب اختيار الكاهن لورانس بالأخص هو علشان كان أقرب حد للبابا قبل ما يتوفى. وبيكون المرض اللي كان عند البابا قبل ما يتوفى هو نوبة قلبية وسببت له موت مفاجئ. وقبل ما يموت البابا كان بيشتكي دايما من قلبه، ودايما كانت بتجيله نغزة فيه. والموضوع ده ما كانش مرة واحدة، لا ده اتكرر معاه مرتين أو ثلاثة قبل كده، لحد ما وصل بيه للموت المفاجئ بالنوبة القلبية. والبابا كان مش راضي يقول للناس على المرض اللي عنده ده علشان أعضاء الكنيسة والكاتدرائية لو عرفوا ممكن يقصوه من منصبه. والمعروف عن شروط الكنيسة إنه لو اتصاب بأي مرض حتى لو كان بسيط يبقى لا يصلح لإدارة أمور وتشغيل الكنيسة. المهم إن بعد ما بتخلص المراسم بيستعد كل الكهنة علشان الاجتماع السري اللي هيكون في أسرع وقت. وبيقفلوا باب أوضة البابا الأكبر بالأشرطة والشمع، بحيث إن بعد خروجهم منها محدش يقدر يدخلها مرة تانية، ويفتش في متعلقاته الشخصية ويزور أي أوراق في الكنيسة. وبعدها بيتم نقل جثة البابا على سرير المستشفى الخاصة بعلاج كبار الكهنة. وبعد ما بيعدي 4 أسابيع على موته وقفل أوضته الشخصية، بيقوم الكاهن لورانس بجمع عمال الصيانة وبدأ إنه يراجع على الأبواب والشبابيك ومداخل ومخارج الكنيسة. وده ليه بقى؟ طبعا علشان زيادة الأمان والسرية التامة أثناء عمل الاجتماع السري اللي بيه هيحددوا مين الكاهن الأصلح لإدارة الكنيسة وشؤونها، وبرضه علشان يأمنوا الكنيسة من أي عمليات إرهابية هتتم عليهم. ومن زيادة حرصهم في موضوع الأمان ده، كل كاهن وكاهنة كان بيتم استدعائه حوالين العالم لحضور الاجتماع، بيتم تفتيشه قبل الدخول من باب الكنيسة، وبعدها بيتمنع وبيتقفل التليفونات الخاصة بالكهنة وأي أداة بتدي فرصة إنها تسجل أو فيها أي تقنية حديثة أو متطورة. وحرفيا من التشديدات الجامدة دي بيتضح لنا إن فعلا الاجتماع ده مهم وسري جدا، وإن أي معلومة هتخرج بره الاجتماع ده هتسبب مشاكل ما بين البلاد وبعضها. وبنعرف هنا أهم الكهنة الحاضرة في الاجتماع ده، واللي هم نفسهم اللي هيتم ترشيح واحد منهم علشان يكون البابا الجديد. وبيكون أولهم كبير الكهنة لورنس، والكاهن بيلني، والكاهن ترامبل، والكاهن تيد ديسكو، والكاهن آدمي. بس بيبقى في منهم اللي عايز المنصب وبشدة، ومنهم اللي بيكون مرعوب من مسؤولية كبيرة زي دي. وبعد ما الكنيسة اتعزلت تماما عن العالم الخارجي وأي تدخلات من بره، وخلاص فاضل على الاجتماع والتصويت بين الكهنة وقت قصير جدا، بيروح الكاردينال لورنس للكاهن راي وبيقول له في مشكلة كبيرة جدا، وهي نقص في عدد الكهنة اللي المفروض يحضروا الاجتماع. وده بسبب ان الكاهن ترامبلي البابا الأكبر قبل ما يموت طرده من منصبه، وده كان لسبب غير معروف. بس بيعرفوا الكاهن راي ان مفيش مشكلة ولا حاجة، وده لان انضم لهم كاهن جديد، وكده يبقى مفيش عجز والاجتماع والتصويت هيمشي تمام. بس لورنس بيقول له ان مفيش اي كاهن تاني مكتوب في الليسته. فرد عليه راي وقال له ان الكاهن الجديد واللي اسمه فانسنت بيقول ان تم تعيينه سرا. وبيروح الكاهن لورنس وهو كل شكوك للكاهن ماندروف علشان يعرفوا ايه الحكايه. وبالفعل بيطلع الكاهن الجديد ده متعين في الكاتدرائيه في السر، وهو من المكسيك. وكمان طلع له البيان اللي مضى عليه البابا الاكبر بنفسه. ولورنس بيكون معتقد ان فينسنت ده نصاب ومحتال، ومش بعيد كمان يكون جاسوس ومدسوس عليهم. وبسرعه بيتاكد الكاردينال لورنس من صحه البيان، وبالفعل بيطلع فينسنت كاهن من كهنه الكنيسه، وبيروح يقدمه لكل الحضور علشان يعرفهم ان انضم لهم عضو جديد في التصويت. والكل بيرحب بيه الا كاهن واحد بس، وهو تيد ديسكو. وبيفضل يسال في لورنس وبيقول له هل فعلا ده كاهن تبع الكنيسه ولا هتطلع نصبايا. ولورنس بيسيبه بيمشي، وبعدين بيعمل اجتماع صغير كده على الضيق لمجموعه من الكهنة، وبيتكلموا وبيتشاوروا ما بينهم وبين بعض عن الكاهن تيد ديسكو وباقي الكهنة اللي هيترشحوا. وبيقولوا إنهم محتاجين بيلني هو اللي يكسب علشان هو أكتر حد يصلح للمهمة دي. بس بيلني زي ما قلنا كان خايف إنه يمسك المنصب ده من الأساس ومرعوب من المسؤولية، وعلشان يخلع نفسه من المنصب ده قال كلمتين وحشين جدا في حقه، وهم إنه عايز يوصل رسالة وخلفية عنه للكهنة إنه مؤيد لكل الأمور المخالفة لقواعد الكنيسة، بوظ نفسه بنفس ذات نفسه. وده بقى علشان محدش يفكر ينتخبه خالص من الأساس. وفي الوقت ده طبعا بيعتمد بيلني إن الكاردينال لورنس هو اللي يوصل الرسالة دي لباقي الكهنة. وبعد ما خلص كلامه ساب الاجتماع ومشي. ولورنس محتاج بيلني هو اللي يمسك بابا الكنيسة في الوقت ده تحديدا.
وده علشان هو قلقان ان لو اي حد مسك الكنيسة غيره مش بعيد يخرب الدنيا. على العموم بيروح لورنس لتريمبلي بعد ما خلص اجتماعه مع الكهنة، وبيقول لتريمبلي انه سمع خبر كده بيقول ان البابا الاكبر كان عايز يخلص عليه قبل ما يموت ويقصيه من منصبه ككاهن، وهو في الوقت ده لا يصلح انه يصوت ضمن المصوتين وكمان مش ضمن المنتخبين. فبيقول له تريمبلي مين اللي قال الاشاعة دي، وكمان مفيش قرار نهائي من البابا، وقال له ان اللي قال له الكلام ده لازم يتحاسب. وبنفهم ان تريمبلي عايز يبعد الشكوك عن نفسه، وبيكون حظه خلاص انهم بقوا معزولين جوه الكنيسة ومش هيعرفوا يخرجوا منها الا لما الاجتماع ينتهي. وفي اليوم الاول من الاجتماع السري بيحضر كبير الكهنة لورنس مع باقي اعضاء الكنيسة، وبيلقي الخطاب بتاعه وبيقول كلمتين حلوين في حق البابا السابق للكنيسة. وبعدين بيجتمع براي وقال له انا عايز اعرف ايه الحديث اللي دار بينه وبين البابا تريمبلي. وهنا بيجتمع كل الكهنة في ساحة الكنيسة وبيبدأ التصويت الاول. وبالمناسبة هم علشان يجمعوا اكتر عدد اصوات للكاهن المختار لازم يعيدوا التصويت وجمع الاصوات 5 مرات ورا بعض، بحيث انهم يضيفوا الاصوات الجديدة على الاصوات القديمة وهكذا. المهم ان كبير الكهنة لورنس بيقوم وبيقف على المنبر وبيعرف الكل الشروط بتاعة التصويت، وكل واحد لما بتتحط قدامه ورقة التصويت هيكتب فيها ايه بالظبط. وطبعا الموضوع روتيني زيه زي اي انتخابات بتتعمل في اي حتة في الدنيا. وهنا بتبدأ القرعة الاولى، فبتتجمع الاصوات كلها وبيروح اكبر عدد اصوات للكاهن ادمي بعدد 21 صوت في مقابل 18 صوت بس للكاهن تيد ديسكو، وبيروح متوسط عدد اصوات لبينلي بعدد 17 صوت. اما بالنسبه لتريمبلي فبيحصل على 16 صوت، والباقي طبعا مش مهمين لان عدد اصواتهم ضعيف مقارنه بالمراكز الاولى. بس لحد دلوقتي ما نقدرش نحكم على الفايز لان التصويت ده لازم يتعاد ل5 مرات. وبعد ما ظهرت نتيجة التصويت الأول وبتخلص القرعة الأولى بيتم حرق أوراق التصويت في النار، وبعدها بيقوموا علشان يعملوا مرة التصويت التانية، والاجتماع اتأجل مرة تانية. وعلى تاني يوم بيقابل راي كبير الكهنة لورنس وبيكون جاي ومعاه تاريخ حياة فينسنت من ساعة ما خرج على وش الدنيا، وده طبيعي لأنهم عايزين يتأكدوا من صحة كلام فينسنت إنه تعين فعلا في عهد البابا الأكبر ولا لأ، وده علشان مش أي حد ينفع يدخل الكنيسة ويعرف أسرارها. وعلى آخر اليوم كده بيقابل لورنس فينسنت قبل حضورهم الاجتماع للمرة التانية، ولورنس بيوقعه في الكلام وبيعرف منه هيصوت لمين في الترشيح. وفينسنت وقع بلسانه وقال له أنا صوتت لك مش لأي حد تاني. وطبعا أنت دلوقتي بتسأل هو ليه كبير الكهنة بيشارك في التصويت والانتخابات، والإجابة إن من قوانين الكنيسة إن الكل لازم يشارك مهما اختلفت رتبته ومنصبه، والأصلح هو اللي هتقع عليه القرعة. ولورنس بيطلب من فينسنت طلب كده وبيعرفه بطريقة غير مباشرة إنه المرة الجاية يوجه التصويت بتاعه لبينلي، وبيقول له إنه مش قد المسؤولية دي وإنه مش جاهز ليها. وفي النهاية قال له إنه كده أو كده هيشيل نفسه من التصويت وهيشيل نفسه من المنصب ده أساسا، وبعدها هيسافر من روما خالص. وبينتهي الحديث ما بينهم وبيرجع لورنس وبيقابل بينلي، ووقتها بيعرفوا بينلي إن تيد ديسكو هو اللي فاز بأكبر عدد اصوات، وكده الدنيا مش هتمشي زي ما البابا مرتب لها، وتيد ديسكو هيسعى في انه ينهب خيرات الكنيسه ومش هيفرق معاه ادارتها قد ما هيفرق معاه ازاي يسرقها. وقبل ما يمشي بيعرفوا ان القرار في ايده علشان يخرج بيهم لبر الامان، وان لازم اي حد تاني غير تيد ديسكو يمسك المنصب ده والا الخراب هيعم على الكل. ولورنس بيرجع ينام في اوضته علشان تاني يوم يكون فايق ويعرف يفكر ازاي في الاجتماع، لكن بيطير النوم من عينه لما بيسمع الكاهنه اجنس بتتخانق مع واحده من رهبان الكنيسه، بس مش بيهتم ولا بيتدخل. وعلى تاني يوم بيحضر الاجتماع وبتتلم الاصوات مره تانية وبتظهر نتيجه القرعه التانية من ال5 مراحل، وبيروح اكبر عدد اصوات المره دي الادمي بعدد 36 صوت، وبيروح متوسط عدد اصوات لتيد ديسكو بعدد 25 صوت. اما بينلي مازال في المركز الثالث بعدد 18 صوت. وبتنتهي القرعة التانية وبيبدأ التصويت الثالث والنتيجة بتظهر وبيروح أكبر عدد أصوات برضه لآدمي بعدد 52 صوت، والظاهر كده إن النتيجة محسومة وآدمي ضامن الفوز. أما تيد ديسكو فبياخد 30 صوت بفارق 20 صوت عن المركز الأول، والكاهن تريمبلي خد 10 أصوات، وشكله كده هيطلع من القرعة في التصويت الرابع. واخيرا بيتم الاعلان عن نتيجة بينلي وبياخد مركز قليل بعدد 9 اصوات انتخابية بس. وبعد ما بيخلص الاجتماع بيروح لورنس الراي وبيعرفه انه ما يجيبش سيرة الانفجار اللي لسه حاصل من شوية جنبهم، وده علشان محدش يقلق من الكهنة على ما يحددوا البابا الجديد للكنيسة. وكده او كده هما مفيش خطر عليهم لانهم جوه الكنيسة والكنيسة مؤمنة كويس جدا. والمهم ان بعد ما خلاص ادمي ضامن الفوز وبنعرف انه هيبقى اول بابا للكنيسة من افريقيا كلها، بس
الفرحة ما بتكملش، وبسرعة بيكتشف لورنس أمره وبيعرف إنه على علاقة بالراهبة شونامي. وطبعا من قوانين الكنيسة إن منصب البابا لازم اللي هيمسكه يكون نضيف من كل جوانب حياته، وده لأنه يعتبر اللي بيمثلهم قدام العالم كله. وبيفضل آدمي يبرر غلطته وبيقول لهم إنه علشان غلطة عملها من 30 سنة هتقصوني من المنصب المبجل ده، وإن ده ظلم ومش عدل نهائي، وده لأن اتغيرت ومش ده الشخص اللي كان من 30 سنة. بس لورنس رد عليه وقال له ان احنا محتاجين شخص نضيف يمثلنا، وانت بقى عندك ابن من الراهبة شانومي، وده سبب انه يمنعك من منصب بابا الكنيسة. وبيفضل ادم يعيط على ذنبه، وبعدين بينزل وبيخرجوه من الترشيح. وبعدها بتعمل التصويتات الأخيرة وبتظهر النتيجة النهائية بأكبر عدد من الأصوات لترامبلي، وفي المركز الثاني تيد ديسكو والمركز الثالث بينلي. بس في نهاية التصويت وبعد ما بيجمعوا عدد الأصوات بيفضل عدد الأصوات المطلوبة في القرعة محدش وصل له، وعلشان كده بيضطروا إنهم يعملوا يوم تاني للانتخابات. وفي الوقت الحالي بيروح بينلي علشان يكلم لورنس وبيعرفه إنه مش متشجع لفكرة إن ترامبلي يكون هو البابا. وبيرد عليه لورنس وبيقول له إحنا عايزين ننهي الموضوع ده، لأن الموضوع ده لو طول شويتين هيبقى خطر علينا ولازم نختار البابا الجديد. وبينهي كلامه معاه انهم لو فضلوا ماشيين ورا ماضي كل واحد منهم فمش هيختاروا واحد للكنيسة اساسا، لان الكل تاريخه اسود، والقرار الصحيح انهم يسيبوا الدنيا ماشية زي ما هي ماشية، والقرعة تختار الانسب والاصلح. غير كل ده مفيش حد كامل، والكمال لله وحده، كل الناس فيهم اخطاء. وفي النهاية بيرجع لورنس وبيروح لفينسنت على اوضته وبيفتحوا في الموضوع اللي هو جاي يكلمه فيه قبل ما ينام. فبيقول له انت قلت لي ان انت صوتت ليا في الانتخابات اللي فاتت. فقبل ما يكمل كلامه بيقول له فينسنت انت عايزني ادي صوت لترامبلي علشان يفوز؟ فقال له لازم يمسك المنصب، واهم حاجه عندنا اننا نبعد عن تيد ديسكو ونبعده عن اي حاجه تخص الكنيسه لانه خطر عليها. وبعد كل الكلام ده فينسنت بينهي كلامه معاه وبيقول له انا هدي صوتي للقائد الانسب وهو انت. وعلى تاني يوم بيقابل الكاردينال لورنس اجنس، وهنا بيعرف ايه سبب رفض البابا لطلب اقصائه من منصبه ككبير للكهنه، وهو بقى ان البابا كان على علم بان الكاردينال لورنس كان عارف بالنفوس الشريره اللي عايزه تمسك المنصب وتنهب الخيرات بتاعت الكنيسه، فعشان كده سابه في منصبه. واجنس بتقوم فاتحه له ملف من عندها على الكمبيوتر وبتقوم سايباه وماشيه، وبيقرا لورنس اللي موجود وبيتاكد من حاجه كده في دماغه هنعرفها قدام شويه. بس المهم ان في المقابل بيروح ترامبلي للورنس وبيقول له انا بقترح عليك انك تخرج اسمك من الانتخابات الجايه. وطبعا لورنس بيرد عليه بعد ما فهم وتاكد الحركه والخيانه اللي هو عملها في الانتخابات علشان يفوز بعدها، وبيقول له انت اللي رتبت كل حاجه من بعد موت البابا واقصاء الكاهن ادمي لحد ما وقفت قدامي كده وطلبت مني اني اخرج اسمي من الانتخابات. فبيقول له ترامبلي وبكل برود انا هعتبر اننا ما وقفناش الوقفه دي واتكلمنا، وبيسيبه وبيمشي. وبيروح لورنس واخد بعضه ورايح لاوضه البابا وبدا يفتش فيها، وكان في دماغه شكوك عايز يتاكد منها. في نفس الوقت ده بتجيله اجنس وبتفضل تتصنت عليه من على الباب، وبسرعه بتمشي قبل ما يحس بيها، وبنعرف انها عارفه ان لورنس جاي يتاكد من ايه، وهنتاكد من ده كله بكره في الاجتماع الاخير. وبيفضل لورنس يقرا في مذكرات البابا وبيعيط، وما بنكونش عارفين هو بيعيط على ايه. وفي لحظتها بيبص جنبه وبيلاقي ما بين الجدار واللوحة شوية أوراق، وبسرعة بياخد الأوراق دي وبيرجع لبينلي علشان شكل الموضوع كده في حاجة مش مظبوطة، خصوصا من ناحية الكاهن ترامبلي. والأوراق دي تعتبر كده بعد ما شافها بينلي كارثة وكشف جرائم ترامبلي. ومع التمعن في قراءة الأوراق دي بينلي بيقول إن الكاهن ترامبلي زور بعض العقود علشان يمسك منصب البابا بالغش، وطبعا كان عايز يمضي البابا على كل الاوراق دي بس ملحقش والبابا مات. بس بيتضح لنا ان ظن لورنس في ترامبلي كان غلط، وده ليه بقى؟ وده لانه شك فيه ان هو اللي عمل الحركه الصايعه دي ودعا الراهبه شانومي من بلدها، وده علشان يفضح ويقصي ادمي من الانتخابات. وبين اللي بيقول ان البيان ده لو طلع للنور مش هيضر ترامبل لوحده، لا ده هيضر سمعة الكنيسة كلها. وفي تاني يوم بيروح لورنس للمكتبة وبيبدأ يطبع نسخ كتير جدا من البيان وبيوزعها على كل الكهنة، وده طبعا عمل قلبان في القاعة. بس بسرعة بتتدخل أجنس وبتهدي النفوس، وقالت إن المسؤول عن فضيحة الكاهن أدمي هو الكاهن ترامبلي، وطبعا بيتم إقصاء ترامبلي. وبكده تبقى الانتخابات واقفة بين مرشحين اتنين هما تيد ديسكو وكبير الكهنة لورنس، وبتتعاد الانتخابات مرة كمان والتصويت بيبدأ. بس فجأة بتتحدف صخرة جامدة جدا على الكنيسة، ودي بتتسبب في شوية جروح بسيطة لبعض الكهنة، والكل بيعتقد إن الاعتداء اللي حصل عليهم ده أكيد من المتمردين أو المتظاهرين. والاجتماع بيتلغي لحد ما الأوضاع تستقر، وبعد شوية بتتعمل الانتخابات في قاعة تانية في الكنيسة بعيدة عن أي أذى، وبيبدأ التصويت وبيتجمع أصوات المنتخبين من الكهنة، وبتظهر نتيجة القرعة النهائية بفوز الكاهن فينسنت بمنصب الكاهن الأكبر للكنيسة. وسبب اختياره المفاجئ للكل ده كان علشان إيمانه الشديد وحكمته في اتخاذ القرارات،
وباختصار هو أنسب واحد ويحق له إنه يمسك المنصب ده، بس دايمًا الأمور ما بتمشيش كاملة للآخر، وده لأن البابا الجديد فينسنت بعد ما راي عمل أبحاث وتحرياته عنه علشان يتأكد إن هو مطابق مع شروط الكنيسة والّا لأ، بيطلع إنه لا يصلح لسبب بسيط جدًا وهو إن عنده مرض خطير جدًا في جسمه، والمرض ده اللي هيكون عائق قدامه إنه يأدي واجباته الكاملة للكنيسة، وبيروح للورنس وبيقعد يتكلم معاه علشان يفهم هو ليه ما عرفوش إنه مريض قبل ما يترشح للمنصب ده، وبيوضح له فينسنت وبيقول له الحكاية من أولها، وبنعرف إنه مش مريض بالمعنى الحرفي، والحقيقة إن عنده عيب خلقي مش أكتر، وده طبعًا لا يصح إنه يبقى كاهن من الأساس، وما يوصلش يكون لدرجة البابا، وبيكمل فينسنت وبيقول له إنه عرف الموضوع ده متأخر، ولما عرف راح للبابا وشرح له الموقف، والمفاجأة إن البابا كان مرحب بيه وما عندوش أي مشكلة معاه، وبيتفهم لورنس الأمر، وبيقول طالما البابا وافق مفيش قرار هيتاخد عكس قراره، وفي النهاية بيروح يولع أوراق النتيجة النهائية كإظهار بيان إنه تم اختيار البابا الجديد للكنيسة. بس كده لحد هنا وبينتهي الفيلم بتاعنا، لايك شير سبسكرايب وأشوفكم الفيلم اللي جاي. كان معكم محمد خليل، سلام.